صورة تفضح سرقة الفار لهدف برشلونة. جدل كبير يا ابو الكباتن بعد الغاء هدف برشلونة امام ريال سوسيداد بسبب تسلل اصابع القدم لليفاندوسكي. جمهور وصحفيين برشلونة اكدوا ان الهدف صحيح 100% علشان الاسباب الاتية. الاول انه تم اعتبار حذاء لاعب سوسيداد انه حذاء ليفاندوسكي وبسبب ذلك الغى الهدف. والسبب الثاني لو ركزنا كده على الحالة بعيدا عن اخراج الفار ورسمه هنلاقي ان الصورة الواقعية والطبيعية امام الجميع من المستحيل انها تكشف قدم مين تسبق الثانية، ولكن هنلاحظ ان مدافع سوسيداد متاخر ووضعه الجسماني لا يسمح له بالتقدم على ليفاندوسكي، وكمان ليفا نفس الشيء متاخر عن المدافع وصعب انه تقدم ناحيه المرمى كما هو موضح. لحد هنا وكويس. ركز بقى ابو الكباتن في اللي جاي ده. رسمه الفار وضعت قدمي ليفاندوسكي جنب بعض زي ما انت شايف كده، ولكن في الحقيقه القدمين بعاد عن بعض اهو فوق صوره الفار وتحت الصوره الحقيقيه. وعلشان الاسباب دي يا ابو الكباتن الجمهور والاعلام الكتالوني شايف ان برشلونه اتظلم وتمت سرقه الهدف منه. فهل برايك يا ابو الكباتن الهدف صحيح ام لا؟